أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم. في هذا الفيديو بغيت نتكلم على الهيمنة الأوروبية في مجال كرة القدم، اللي هي في الحقيقة هي مجرد قناع كذلك الهيمنة أخرى اقتصادية سياسية حقوقية، على المستوى القيم، على المستوى المعرفة، في بزاف ديال المستويات كنشوفوا واحد الهيمنة اللي هي فيها واحد التحيز، اللي هي كانت واحد الوقت مبرره. اليوم ما بقى عندها حتى شي مبرر، ما بقى عندها حتى شي مبرر، لا قانوني لا اخلاقي لا سند واقعي، ما كاين حتى شي سند كيبررها. انا نعطيكم واحد الوضعيه في كاس العالم. في كاس العالم هذا السؤال كان كيحيرنا منذ الطفوله، من نهار يعني ديك 98 اول مونديال، يعني شفناه وحنا اطفال وعيشناه، وكنا كنجمعوا دوك الغلاقات ديال كوكاكولا، كانت دارت شي ربحه ديال البيكالا على ما اعتقد في ذاك المونديال ديال 98. وكنا كنشوفوا الماتشات وهذا، وشارك المنتخب المغربي، وكان في ديك الساعه داك حجي الكبير ومصطفى والنيبات وهذا. كان واحد السؤال: علاش حنا الافارقه عندنا غير 5 المقاعد والاوروبيين عندهم 13 مقعد؟ علاش؟ رغم ان الدول الافريقيه من حيث العدد، من حيث الديموغرافيا، ومن حيث يعني الدول راه تبارك الله كبيره، شي كدا 50 دوله كاينه في افريقيا، وعطينا حنا غير 5 وهما 13. يعني هنا كتشوف انه ما كاينش، كاين واحد الظلم ولا واحد التحيز. طبعا من بعد الا جيتي كتقرا وكتفحص كتشوف ان الفيفا وان الاتحاد الدولي عنده معايير. هذا المعيار هو معيار اقتصادي، والمهتمين بكرة القدم تيشوفوا انه كاين واحد التحول على مدى يعني التحولات اللي عرفتها كرة القدم العالمية، تحولات تاريخية في الخمسينات في السبعينات إلى آخره. اللي كيغلب على التحولات هو التحول من اللعبة المتعة اللي هي بين اللي عندها صبغة ثقافية إلى ما هو اقتصادي مالي. كاين لوبيات، شركات، مؤسسات، مانحين، دول تستفيد بطريقة أو بأخرى من الفيفا، وكتدخل منها ملايين يعني الدولارات، وكتكرس الهيمنة ديالها. المعيار ديال الفيفا والتبرير ديالها انها تعطي 13 للدول الاوروبيه ومثلا 3 4 الاسيويه و5 الافريقيه، هو انه اولا كتشوف المعيار الاقتصادي. هذوك الدول فيها مواطنين يقدروا يمشيو يسافروا يحضروا وعندهم قدره ماليه، يعني فيها دول اللي هي غنيه. هذا معيار واخا ما كيتقالش بزاف. المعيار الاخر تيقول لك اودي راه هي الاكثر استحواذا الاكثر فوزا. الا استثنيتي الابطال شكون اللي غيشارك؟ ما غاديش تبقى عند كاس العالم داك الجانب ديالو الترفيهي ولا الجانب ديالو التشويقي، لان تيبغيو دائما هما يشوفوا ابطال. ونقدر نقول لكم دابا بالنسبه للفيفا، وهي كتشوف المغرب او لا بلد افريقي معين في نصف النهايه ولا جوج في نصف النهايه، تعتبر بالنسبه لها كاس عالم فاشل. علاش؟ لانها كانت دائما كتعول على ان الدور الثاني يكون ديال دوك البلدان الاوروبيه وبعض البلدان اللي هي من امريكا الجنوبيه، باش نتخلق واحد التشويق ولا واحد الكلاسيكي اللي كيتابعوا جمهور كبير في العالم. بحال دابا الارجنتين عندها جمهور حول العالم، البرازيل عندها جمهور حول العالم، فيما مشيتي في اي قاره. كذلك الامر بالنسبه للانجليز، بالنسبه لفرنسا، بالنسبه يعني الامم الاوروبيه اللي عندها تاريخ في كره القدم. ولكن هذا راه ماشي معيار، لان علاش؟ هذوك الشعوب الاخرين اللي في افريقيا راه ماشي مجرد متفرجين يعني سلبيين، هما كذلك قادرين. لانك تقول هذوك ابطال. علاش ابطال؟ لانه اصلا على المستوى الحصيص او لا على المستوى ديك الحصه اللي تعطات لهم كبيره، يعني راه الكونتيتي او الكميه احيانا تقدر تساهم في الجوده. حنا كنجيبوا كميه صغيره من المنتخبات الافريقيه، بحال دابا نقدر نقول لكم المنتخب الجزائري كان رائع. منتخبات اخرى يعني في القاره الافريقيه تقدر دير، يعني تقدر حتى هي تمشي، تقدر حتى هي تقاتل. كون حنا تعطانا مثلا شي 9 ديال الفرق افريقيه مثلا، او غير 8 ديال الفرق افريقيه مقابل 8 ديال الفرق اوروبيه، كان بامكان الفرق الافريقيه انها على الاقل واحد 4 منها دوز للدور الثاني، ماشي جوج، واحد 4 مثلا ولا واحد 5. وكان بامكان ان واحد جوج منهم يمشيو ولا 3 يمشيو للربع وجوج يمشيو للنصف الى اخره. يعني هنا فاش كنقلصوا هذاك يعني الحصيص، غادي تقولوا لي راه الكاس العالم الجاي راه غادي تنظم وفق معايير اخرى، وان الفيفا دارت 48 فريق الى اخره. ولكن حتى في الكاس العالم الجاي اللي غادي تنظم في المكسيك و
وامريكا وكندا ديال 26 حتى هو واخا قسموا ديك 48 غيعطيونا 9. يعني راه غيعطيو عاوتاني لاوروبا اكثر من 13، غيعطيوهم واحد العدد كبير. وبالتالي هذا كله كيتنافى مع الروح الثقافيه او لا ديك الروح الرياضيه ديال كره القدم، باعتبارها لعبه شعبيه، لان هي اللعبه الشعبيه عند بزاف ديال الشعوب الفقيره. الى جينا للعداله، الحق في يعني في الشعوب في انها تكون ممثله، وانها تكون يعني على قدم المساواه، لان حنا ما تنتكلموش هنا على ما هو اقتصادي، كنتكلموا على لعبه شعبيه. بالنسبه للاوروبيين راه عندهم بزاف ديال اللعب الاخرى الشعبيه اللي كيديروها الناس، كيمارسوها. الافارقه عندهم الكره والتراب، الحراره، تراب، يعني كاين المنبسط موجود في الادغال الافريقيه، والكره احيانا كتكون من التوب ولا من البلاستيك ولا من اي حاجه مكوره كيلعبوها، هادشي كيعرفوا. اما بالنسبه للاوروبيين عندهم الرياضات المرتبطه بالشتاء ديال الثلج، الرياضات البحريه، عندهم يعني بزاف ديال الرياضات الاخرى. حنا عندنا يلاه داك العدو الريفي وكرة القدم. وبالتالي كان أجدى أن يعني الرأي العام الدولي يشوف أن هذه اللعبة الشعبية خص تعطى فيها فرص لأمم أخرى اللي هي عندها يعني خصوصيات ثقافية. صحيح أنها فقيرة ولا مفقرة نظرا للنظام يعني الاقتصادي الدولي اللي كيكرس الهيمنه ديال شي وحدين. هنا كنشوفوا ان هذا النظام ديال الفيفا راه كيكرس مره اخرى التبعيه والضعف ديال ديك الدول، لانك اصلا ما عطيتيهاش الفرصه باش انها تبين، تشارك وتعاود تشارك وتعاود تشارك وتعاود تشارك باش تحسن المستوى ديالها. عطيتيها غير 5 المقاعد ولا قل، وهذا في حد ذاته راه ما فيش تكافؤ الفرص. تاريخيا لعبه كره القدم ما هي الا واحد القناع اخر باش يقنعوا او لا باش يخبيو هذيك الهيمنه ديالهم على المستوى الاقتصادي. لان على المستوى الاقتصادي القاره الافريقيه راه فيها بزاف ديال المؤهلات، بزاف ديال المواد الخام، بزاف ديال الثروات، ولكن الانسان الافريقي ما تعطاتوش الفرصه، او الشعوب الافريقيه دائما كانت قاصره. حتى هي باش ما نكون نديروش ديك نظريه المؤامره، حتى هي ما عمرها خدات المبادره ديال انها تاخذ بزمام الامور وتستثمر يعني في القوى ديالها، وتستثمر في انها تخلق هياكل الانتاج الى اخره. وبالتالي هذه المشاكل هذه راه هي معقده وكتراكم مع بعضياتها. هي صور مختلفه للهيمنه ديال الاوروبي والامريكي ولا ديال الرجل الابيض على العموم. اصدقائي المشاهدين، هذا الشيء اللي دار المنتخب المغربي والوصول ديالو للنصف والتأهل ديالو هو بمثابة تحدي لهذيك الهيمنة الأوروبية، ونتمنى أنه ينجح في الاختبار ديالهم أمام فرنسا وأنه يمشي بعيد.